تالنت معايا موهبة جميلة، موهبة جاية لنا من بلد أجمل وأجمل وأجمل. تعالوا لمصر بمحافظات مصر بندور، ويمكن هناء الجميلة بتبحث عن الموهبة وبتصل للموهبة حتى لو هي موجودة في بلاد بعيدة، في محافظات بعيدة بنقدر نوصل لها. ايه رأيكم نروح مديرية التحرير؟ ايه رأيكم نروح مركز بدر؟ ايه رأيكم نروح المحافظة الجميلة محافظة البحيرة؟ النهارده معانا يارا مجدي الدمرداش. اهلا وسهلا يا يارا. اهلا بحضرتك. واهلا بالبحيره واهل البحيره اللي كلهم حلوين. تسلمي لي يا رب. انا دايما بحب الناس اللي في المحافظات لان بيحسوا ان الوقت له قيمه، بيستثمروا وقتهم صح. لسه مرتبطين بعاداتنا وتقاليدنا الجميله اللي احنا كلنا كنا متمسكين بيها، لكن يمكن في القاهره والجيزه شويه بدأنا نبعد، بالذات الجيل بتاعكم، نبعد عن عاداتنا وتقاليدنا والحاجات اللي احنا بنهتم بيها. انتوا المصريين اللي بيحافظوا على يعني الهوية المصرية وعلى الارتباط بالأسرة والارتباط بالمجتمع. كلام كتير جدا هتكلم عنه، لكن خلينا نقول مع يارا مجدي. يارا انتي في سنة كام؟ انا في ثالثه اعدادي. ما شاء الله. مدرسة ايه يا يارا؟ مدرسه ام صابر الاعداديه المشتركه. أم صابر الإعدادية المشتركة. يا ترى عندنا مواهب، كوكتيل مواهب ولا موهبة واحدة؟ لا، كوكتيل مواهب. طب نقول أهم موهبة أنت بتحبيها. الشعر وكتابته. الشعر وكتابته، معنى كده إن إحنا كويسين في اللغة العربية. الحمد لله. الحمد لله. مين اللي علمك ومين اللي قالك تكتبي وتقري شعر؟ هو انا الموهبه جات لي كده ان انا كنت بحب اساسا الشعر من وانا صغيره، كنت دايما بسمع اشعار. ووالدي كان بيكتب شعر برضه، وانا بدات الاول القاء، وبعد كده حبيت ان انا اطور من نفسي ويكون ليا اسم في المجتمع، فرحت عملت ديوان باسم دفاتر الشوق. عملت ديوان، ما شاء الله. يعني انت مسكتي القلم والورقه وانت عندك كام سنه؟ كنت يعتبر عندي 4 سنين. يا سلام. الحمد لله. وطلعتي انتاج وانت عندك 4 سنين؟ انتاج كتابي كان عندي 13 سنة. ما شاء الله. كتابي كان بعنوان ايه؟ دفاتر الشوق. دفاتر الشوق. حلو قوي. بيتكلم عن ايه دفاتر الشوق؟ هو كله قصايد بتعبر عن المجتمع، الأسوة والأب والأم. يعني حاجات في مجتمعنا ان هي مثلا ما تطلعش بره، ممكن حب الوطن، الانتماء للوطن. يعني مش جايبه حاجات صعبه قوي عشان احنا مجتمعنا يعني في السلسه، والناس بتحب دايما الحاجات العاميه، فنهتم بالعاميه. جميل جدا. طب ما تيجي تسمعينا بقى حاجه حلوه يا يارا؟ تمام ماشي. تسمعينا عن ايه بقى؟ هسمعكم قصيدة بكرة لينا. اللي هي في الأصل كان اسمها بكرة أحلى. جميل جدا. كلها بكلماتك انت اللي كاتباها؟ جميل. انا شايفه كتاب رائع قدامي، ويعني القصيده وقدامها رسومات معبره. مين رسم لك الرسومات دي؟ دار النشر. جميله جدا. يلا نسمع ونستمتع، بس هتشرحي بعد ما نسمع مع بعض ان شاء الله. يلا. قصيدتي بعنوان بكرة أحلى، من كلماتي وتأليفي. لما يكون قلبك مكسور ودماغك بتلف وبتدور، حواليك عتمة ما فيهاش نور، فتح عينك بص وشوف، تلقى النور ده في كل مكان. نضف قلبك من الأحزان وارجع تاني تكون إنسان. لف يمين أو لف شمال، تلقى الدنيا حيطان في حيطان، احلم فيها وعيش فرحان. واوعى تفكر يوم تحتار، اوعك تكذب أو تنهار. بكرة الدنيا هتبقى عمار. ما شاء الله. اكيد عمار عشان فيها مواهب جميله وناس حلوه عندها امل حلو وجميل. الفكره دي جات لك ليه؟ يعني جات لك من ايه؟ اشمعنى كتبتي ان بكره هيكون احلى؟ لان في ناس كتير بيبقى عندهم طاقه سلبيه، ان هو مثلا ده باين النهارده وحش، فربنا يستر بقى على بكره هيكون اوحش. لكن ممكن يعني لو كان الناس عندها طاقه ايجابيه، كان ممكن المجتمع مثلا يكون احلى. الناس كلها هتبقى متفائله، هيبقى فيه ود ومحبه. ولما تيجي بكره انت لو تفائلتي يعني ان بكره احلى، ربنا هيجيب لك احلى من اللي انت تفائلتي بيه. جميل قوي. انت عارفه ان كمان الطاقه الايجابيه بتعدي والطاقه السلبيه بتعدي. يعني لو انت مبسوطه بتضحكي
وانا حتى مش مودي مش كويس قوي وشفت بتضحكي هتبسط. لكن لو انا دايما بشتكي ودايما بقول انا بعاني وانا تعبانه وانا الطاقه السلبيه دي بتخليني انا على طول في الطاقه السلبيه، واللي حواليا كمان بيتعدوا مني. ايوه صح. صح. مم. جميل قوي. طب احنا عايزين حاجه طاقه ايجابيه تانية جميله. تمام. في قصيدة اسمها أوهام الأحلام. قبل ما ندخل اوهام الاحلام، طريقه القائك للكلمات الجميله بالاحساس ده، بالابتسامه الحلوه، ولما بكشر لما يكون في كلام في تكشير، مين علمك الحاجات الحلوه دي؟ هو أنا كنت اتعلمتها لأن كنت بتفرج على فيديوهات كتير لمواهب تانية، وبرضو والدي ومامتي كانوا دايما بيساعدوني في لغة الجسد، وإزاي كل بيت بيبقى ليه حركة إشارة معينة. والحمد لله يعني بقيت حاجة كبيرة، وبجد بشكر جدا كل اللي ساعدوني. جميل قوي. يعني بتصوري نفسك؟ بصور نفسي وبنزل على مواقع التواصل الاجتماعي، وبرضه بطلع تلفزيونات وبطلع جميل. ندوات واجتماعات مع الرئيس وكده. ما شاء الله. والحمد لله يعني الطريق قدامي لسه طويل. طويل وجميل ان شاء الله باذن الله. بإذن الله. ندخل على اوهام الاحلام ونشوف فيها ايه، بعد كده تفسري الاحلام دي. تمام ماشي. أحلام ورا أحلام بتسابق الأيام، والحلم ملوش تمام ولا تسأل حتى بكام. يا ترى عشته في دنيا أو شفته في منام؟ ساعات بيكون حقيقة وساعات بيكون أوهام. صبرك عليا يا قلبي تحقيقه مش كلام، ده أنا عمري وعمرك لحظة بتعدي بسرعة أوان. مش عايزة خناق ولا شدة ولا نغلط ولا نتهان. آخرة أحلامنا دي إيه؟ آخرة أحلامنا دي إيه؟ بنقوم من المنام بيعدي الحلم بسرعة وبنصحى على الأوهام. واوهام الاحلام مع يارا مجد الدمرداش من محافظه البحيره الجميله، من مديريه التحرير من مركز بدر، مدرسه ام صابر الاعداديه بالبحيره. الاحلام الجميله لازم هتتحقق، صح؟ أكيد صح. بس محتاجين نبذل مجهود. اشتغلتي على نفسك كتير يا يارا. هل شايفه ان انت لسه في حاجات عايزه تذاكريها، حاجات عايزه تتقنيها اكتر عشان خاطر مستواك يكون افضل؟ شايفه ان انا ممكن ممكن يعني اخد كورسات في اللغه العربيه الفصحى، لان انا حلمي اكتب بالفصحى بدل العاميه يبقى عاميه وفصحى. فدي برضه هيبقى تطور كتير قوي في حياتي. جميل قوي جميل قوي. هل عندك في العيله حد بيحب يكتب برضو زيك؟ انا عندي والدي بيحب يكتب شعر، مم. بس كان صغير يعني دلوقتي ربنا بيكتبش يديله خلاص؟ العمر. لا. ما بيكتبش. انت متوقعه لما تكبري هتستمري في الكتابه ولا هتوقفي؟ لا ان شاء الله هستمر جنب دراستي. طب بعد ما نخلص دراستنا شايفه نفسك هتبقي ايه، هتعملي ايه؟ والله انا ممكن اكون مش متخيله قوي الموضوع، بس انا اصلا كان حلمي ان انا اكون دكتوره اطفال. فانا لما اكون دكتوره اطفال اكيد يعني مش هقصر في موهبتي، لان ربنا لما بيدي حد فينا موهبه غلط ان احنا اساسا ما نرعاهاش او نحافظ عليها. فدايما هحافظ عليها وكده، وبرضه مش هبطل من الندوات والاجتماعات اللي بروحها. ممكن اروح الاجتماعات والندوات وما اقولش، بس برضه هستمع لمواهب زي كانوا صغيرين برضه زيي. وبجد هفرح جدا ان في ناس برضه زي وانا صغيره ان هم لسه بينموا موهبتهم ولسه بيحافظوا عليها، لان دي نعمه من ربنا بجد. جميل. يارا لما بنروح ندوات وبنروح اجتماعات بنستفيد ايه؟ هو انا بتعلم حاجات انا ما كنتش اعرفها. مثلا لو انا في غلط عملته مثلا في القائي او في القصيده، ممكن الجمهور اللي قدامي او الشخص اللي قدامي هو يصلحه. فانا بالاعتقاد ده ان انا مش هعيد الغلط ده تاني، خلاص انا اتعلمت يعني مره. بنقيم نفسنا، صح؟ ولو في خطأ بنحاول ان احنا نصلحه. ايوه صح كده. جميل قوي. طب يارا مجدي، يمكن انت داخله يعني كلماتك الحلوه واحساسك الجميل والقائك الجميل محتاج، يعني انا يعني حاسه ان انا عايزه اتعلم منك. يعني احساسك الحلو ده بيخليني حاسه ان انا خلاص طايره مع الكلمات. تعالي نطير مع كلمات تانية، ايه رايك؟ تمام ماشي مفيش مشكله. اتفضلي. قصيده الهدايه والتقوى. حلوه قوي. ام واحده واب واحد، واللي خلقنا رب واحد، وجينا للدنيا واحد ورا واحد.
يا إنسان، العظمة حواليك في كل مكان، القدرة الإلهية بتقولك ارجع قبل فوات الأوان، امحي ذنوبك بنصر من القرآن، اوعى الشيطان يهز لأن قلبك بالإيمان عمران، افتكر يوم الصراط، افتكر يوم الصراط وانت واقف في الأمان، افتكر كتابك باليمين وانت سعيد وفرحان، ادعي لنفسك ولأمك وأبوك والمسلمين بالجنان، يا رب يا رب الجنة ليا وليك واللي سمعونا كمان. اللهم امين، اللهم امين. الهدايه والتقوى مع يارا مجدي الدمرداش من مدرسه ام صابر الاعداديه، مركز بدر، مديريه التحرير، محافظه البحيره. والهدايه والتقوى والامل وبكره احلى. ومحتاجين ان احنا يعني نتقن عملنا عشان خاطر نصل للي احنا بنحلم بيه. بنعمل ايه دلوقتي يا يارا؟ يعني يارا دلوقتي وهي في ثالثه اعدادي، احنا داخلين على شهاده، داخلين على مذاكره، مش داخلين، احنا دخلنا خلاص بالفعل، يعني محتاجين نبذل مجهود في المذاكره. هل لما بنبدا نكتب، وطبعا اكيد بتجيلك افكار كتيره جدا اول ما بتمسكي وتفتحي الكتاب عشان تذاكري، بنعمل ايه؟ ازاي بنوازن ما بين ان احنا بنذاكر ونركز في مذاكرتنا وبين ان احنا الافكار الثمينه اللي بتجيلنا بالالهام ما تضيعش مننا؟ بنعمل ايه؟ هو أهم حاجة إن احنا الوقت ننظم وقتنا، ده حاجة مهمة جدا بالذات في الدراسة، وبالذات برضو اللي بيكتبوا الشعر. في ان انا انظم وقتي، اعمل وقت مخصص، مثلا اجيب ورقه او جدول انظم فيه وقت مخصص للمذاكره، ومثلا وقت الراحه او وقت القعاد اللي انت بتقعديه عشان تريحي مخك من المذاكره، ممكن اقعد اكتب فيه شعر، اقعد اقرا كتاب، مثلا اقعد شويه في هدوء كده، سلام نفسي لوحدي. تأمل يعني. تأمل في خلق ربنا، في اي حاجه مثلا انت بتحبيها. ومثلا بيبقى في وقت معين طبعا للنوم، لان مثلا النوم لو انت ما نمتيش بدري بيأثر على المذاكره، بيأثر على كتابتك في الشعر، لانك بيحصل تشويش في دماغك. وبرضه هعيد كلامي تاني ان اهم حاجه تنظيم الوقت. جميل جميل. انتوا لسه بتسمعوا ايدي راديو تالنت. يارا، انت شايفه نسبه قد ايه من اصحابك او صحباتك بيعمل كده وبينظم وقته، بينام بدري وبيعمل جدول وبيذاكر وبيهتم ان هو يأيد حاجات اليوميات بتاعته، مثلا بيكتب حاجات بتهمه، وناس تانية هي مش وراها ليل ونهار غير اللي انا دايما بسميه السحر الاسود، الموبايل اللي بنستخدمه استخدام سيء؟ مين قد ايه بيعملوا كده وقد ايه بيعملوا كده؟ بس بصراحة هو انا ممكن ميكونش عندي علم قوي لان كل واحد ليه شخصيته، بس انا ممكن يكون مثلا انا صحابي مثلا 10، او انا عامه ماليش صحاب معينين، انا الدنيا كلها صحابتي والدنيا كلها شكلك حبيبتي. اجتماعية اصلا وحبوبة. حبيبتي. فممكن يكون مثلا يعتبر يعني من خصوصي انا ان 4% بس ان الناس ممكن تنظم وقت او تعمل او تهتم بالحاجة، او مثلا لو حاجة دي مهمة فهي تعلم عليها، فممكن 3/4 الناس ممكن يكونوا ما بيعملوش كده. بتنصحي اصحابك اللي بتحبيهم ان هم ينظموا نفسهم؟ اكيد طبعا، لان الوقت ده حاجه مهمه جدا. بتساعديهم؟ حاجه مهمه. انا لو حد طلب مني حاجه بساعده. مثلا لو انا شايفه فيكي مثلا حاجه مش عاجباني او حاجه غلط، او انا ممكن افيدك بنصيحه، اكيد هساعدك. برافو عليكي، جميل. روح حلوه قوي ان انا احب اللي حواليا واحب ان كلهم يكونوا شطار ويكون يعني ليهم مستقبل باهر. ولو في حد من اصحابي عنده مشكله وانا شايفاها، ان انا طبطب عليه واقول له يعني امشي في الاتجاه الصح، هيسمع كلامك اكتر بكتير جدا من الاب ومن الام او من المدرس، صح؟ ايوه صح فعلا. جميل. يارا مجدي، اكيد عندك مواهب تانية انا عارفه، يعني انت دكتور المواهب، ايه المواهب التانية اللي انت بتحبيها؟ عندي التمثيل، بحب جدا الإذاعة لأن برضو ده في إلقاء الشعر. بحب أنا أساسا صحفية. جميل. وكمان بحب ممكن مثلا لو في الرياضة أو كده، أنا بحب الرياضة جدا. وأكتر حاجة في الرياضة بحبها اللي هي باسكت بول. تلعبي باسكت يعني؟ بلعب باسكت. بجد جميل قوي. طيب انت قلتي التمثيل، خلينا نقف نقطة كده نقف عندها.
بتمثلي ايه ولا بتعملي ايه في التمثيل؟ هو انا اغلبيه مسرحياتي بتبقى مسرحيات شعريه في مجالي. فما جربتش قبل كده احساس المسرحيه اللي تبقى عاديه بتبقى فيها قصه او كده. بس بجد لو جربتها فخوره جدا. وبعدين التمثيل ده بتبقى حاجه بتخليكي تعيشي الكلام. حاجه بتخليكي تعيشي الكلام يعني. مش عارفه اوصفها لك ازاي، بس بجد تبقى حاجه مثلا لو انت اتصرفتي في طبيعتك. اهم حاجه في التمثيل تصرفي في طبيعتك عشان دي تبقى حاجه اكيد حصلت في المجتمع. والتمثيل ده اكتر حاجه بحبها فيه ان هو بيوصل رساله للانسان. مفيش قصه في الدنيا كلها في التمثيل ما بتوصلش رساله للانسان. المهم تكوني فاهمه الكلام وحباه ومؤمنه بيه، صح؟ ايوه فعلا. جميل. انت بتمثلي مسرحيات بقى؟ اه. مثلتي قبل كده مسرحيات ايه؟ هو انا دلوقتي ماشيه في مسرحيه في محافظه البحيره. عندنا في المحافظه مسرحيه عن الوعي. مثلت قبل كده مسرحيه كانت عن الورث. ومثلت قبل كده مسرحيه عن مصر. وبس يعني ما دخلتش قوي في التمثيل، بس انا بحبه جدا. يارا مجدي دمرداش، انت قلتي ان انت بتحبي الصحافه وبتكتبي في موضوعات كتيره، يا ترى كتبتي عن ايه؟ هو انا كتبت عن القسوه بالذات التربيه، لان في المجتمع دوت في اباء وامهات كتير مثلا ممكن يكون تربيتهم قاسيه شويه على اولادهم. فبتخلي الاولاد طالعين سلبيين اكتر مش ايجابيين. كتبت عن الام والاب لان طبعا لهم فضل عليا، فاكيد لازم اهديهم قصيده شعريه. طبعا ده بيبقى احساس برضه، فانا ما بعرفش اعبر لهم ازاي بالكلام، فانا بعبر لهم بالشعر احسن. جميل جميل. كتبت عن الدراسه. كتبت عن الشباب اللي هم اليومين دول الجيل اللي هو لا عنده المذاكره، لا انا ما بهتمش بالمذاكره. فانت لازم تهتم بالمذاكره لان العلم هو الطريق الوحيد ان انت تنجح في حياتك. في برضه طرق تانية بس العلم هو اول حاجه اكيد يعني. كتبت برضو عن كتبت عن حب الوطن لان بحب وطني جدا ومنتميه ليه جدا. مهما حد مثلا مهما اي حاجه حصلت لي في حياتي ما اقدرش ان انا اتخلى عن وطني. وعامه ما بحبش السفر بره، بحب دايما اقعد في مصر. نسافر بره بس هنعرف قيمه مصر لما نسافر بره. فانت يعني بتقارني. تطلعي بره تعرفي الناس يعني ايه مصر، يعني ايه ام الدنيا. كتبت بقى عن حاجات كتير. كتبت برضو عن الوعي. وكتبت ان بكره احلى حضرتك سمعتيها. بكتب دايما عن الطاقه الايجابيه. ما فيش قصيده عن الطاقه السلبيه، ممكن يكون مثلا حاجه حزن. كتبت عن الحب. كتبت عن الغدر. كتبت عن الوداع. حاجات كتير. ايه رايك نسمع حاجه عن حب الوطن؟ انت منها وهي منك، حبها من حبك ولا عمر في يوم تذلك، ضناها حتة منها تضمك لقلبها وتروي ظلك، لو فرقت بينكم الأيام يفضل حنين القلب ليك خلك، شجرة جذورها الأم وفروعها إخواتك وأهلك، لو بعدت عنها في يوم ريحتها وحنينها ووردك وفلك يشدك ليها الحنين وتتمنى لو يوم تضمك، هي وطنك وأهلك، هي أمك، من كل قلبي يا وطني بحبك، ولا عمري يوم أستغنى عني. وطني مع يارا مجدي الدمرداش، تالتة اعدادي، مدرسة ام صابر الاعدادية، مركز بدر، مديرية التحرير بالبحيرة. وكلام جميل للوطن وكلام جميل لمصر كلها الحبيبة اللي كلنا بنحبها. كلنا محتاجين ان احنا نتقن عملنا ونحافظ على وقتنا ونحافظ على مذاكرتنا، عشان مصر هتكبر بينا مش هتكبر بأي حد تاني. أكيد طبعا. صح؟ صح. لو يارا عايزة تقول كلام لجيلها، مش هننصحهم لكن هنقول لهم ان في حاجات خطأ بنعملها وفي حاجات صح لازم نعملها، نقول لهم ايه؟ احنا كتبنا حاجة شعر لاصحابنا لحبايبنا ولا كتبتيش حاجة؟ ممكن اكون كتبت لقصيدة هي الشاب مراهق. يعني هو والده بيضغط عليه وكده، فهو بيحاول يعرف والده ان يعني يسيبه براحته كده، اسمها نصيحة لشاب مراهق. نصيحة لشاب مراهق، طبعا شاب او فتاة. اتفضلي. مين بينصح؟ انا اللي بنصح. او الشاب هو اللي بينصح عامة. الشاب بينصح الولاد اللي في نفس سنه. اتفضلي. انا شاب زي كل الشباب، بجري وامرح واضحك، ما هو سن الشباب، لا في يوم طريقي ضلم ولا بسأل على اسباب، هي حياتي كده، انا مالي ومال الكتاب، ذاكر واقرأ علشان اشوفك دكتور
مدرس حساب لحظة من فضلكم، ده داخل وده طالع، هو أنا بواب فين أنا من كل ده؟ تايه أنا وسط السحاب، رأيي ملوش جواب ملوش ترحاب، خليها نصيحة من أحباب، بلاش نقفل باب ورا باب، واللي كتبه لينا ربنا هو مسبب الأسباب، رضاكم ورضا ربنا علينا، رضاكم ورضا ربنا علينا هيفتح لنا كل الأبواب. ورسالة لشاب مراهق مع يارا مجدي الدمرداش، تالتة إعدادي، مدرسة أم صابر الإعدادية، مركز بدر، مديرية التحرير بالبحيرة. والرسائل اللي بتطلع من القلب من الصاحب لصاحبه أعتقد أهم بكتير جدا 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 من يعني دواوين نصايح من حد كبير لحد صغير، صح؟ أكيد صح فعلا. يعني أنا لو حبيت آخد نصيحة من يارا وأنا صاحبتها القريبة منها قوي، يارا ممكن تنصحني بإيه؟ تقولي إيه؟ عشان أحافظ على مستقبلي، عشان أحافظ على نفسي وأنا بنت وقدامي حاجات كتيرة ممكن تخليني أعمل حاجات غلط، ما حافظت على مذاكرتي، ما حافظت على مستقبلي، تقولي لي إيه؟ هو أنا ممكن أقول إن في ناس كتير ما بتحبش العلم عامة، فأنت لو حبيتي العلم هتكتشفي حاجات في شخصيتك أنت، فالعلم برضو بيعرفك حاجات في نفسك، حاجات في المجتمع، ان انت مثلا ممكن مثلا انت تعبانه دلوقتي، مثلا دي شخصيتك، انت تعبانه دلوقتي في نفسيتك وكده، عايزه تعالجي نفسك، ان انت تعالجي نفسك مش ان انت تروحي بقى ممكن تبحثي في النت عادي، النت الايام ده بيساعدنا كتير، بس برضو لو انت مثلا قرأتي كتب قبل كده او عندك علم زياده شويه، هتعرفي انت ازاي تعالجي نفسك، هتعرفي ازاي ان انت توصلي للنجاح. او في ناس كتير قوي بتبقى عندهم غيره في حكايه العلم او حكايه الشخصيه وكده، بس عامه انت مثلا احسن مني، انا مش زعلانه، ما انا استفيد منك، ده مالي انت احسن مني. جميل. مثلا الحاجه الحلوه فيا انا اعرفها لك، الحاجه الحلوه فيكي انت تعرفيهاني، حاجه حلوه وحشه، مثلا حاجه وحشه فيكي انا اعرفك عشان تصلحي من نفسك، حاجه وحشه فيا حضرتك تصلحي فيا عشان اصلحها في نفسي. فهو المجتمع متبادل، لو في تبادل هيبقى في ود ومحبة في المجتمع. والمحبة، تعالي نتكلم عن الحب بقى، وانتي كاتبة حاجة عن الحب، وانتي اساسا كتابك كله اسمه ايه؟ دفاتر الشوق، صح؟ طب صح. ايه رأيك نتكلم عن الحب والشوق ونشوف يارا مجدي كاتبة ايه؟ تمام، في قصيدة عندي اسمها وعد اللقاء. وعد اللقاء، يلا يا وعد. غمضت عيوني وبحلم بيكي، وقلبي لقلبك مشتاق، بيني وبينك مسافات، وحبي على وعد اللقاء، لا دموع ولا اهات جمعت، مفيش غير الاحزان، وقلبي وقلبك ملهمش مكان، فين حبك فين، فين حبك فين وحنانك فين يا نور العين، وحشتيني وحشتيني وبعدك عني بيك ويني، وحشتيني وبعدك عني بيك ويني، وحشتيني. وحشتيني وحشتيني وحشتيني. وعد اللقاء مع يارا مجدي الدمرداش، تالتة اعدادي، مدرسة ام صابر الاعدادية، مركز بدر، مديرية التحرير بالبحيرة. والحقيقة كلماتك والقاء وحبك للكلمة اللي انت بتقوليها واحساسك بيها حاجة جميلة قوي قوي يا يارا. يارا كده عندنا إلقاء شعر وكتابة شعر، وعندنا بنكتب كمان مقالات صحفية، ونشترك في الإذاعة المدرسية، وبنمثل كمان مسرحيات. الحقيقة كوكتيل جميل. بنعمل ايه تاني؟ هل احنا لينا علاقة بالموبايل وبان احنا عندنا صفحات على السوشيال ميديا، ولا بنعمل ايه؟ هو انا ليا علاقه بالموبايل طبعا. انا من النوع اللي ما بمسكش الموبايل قوي علشان برضه ده بيأثر على مخي، برافو بس عليك. اكيد طبعا بفتحه مثلا عشان اراسل الناس، لان انا دايما ما بحبش ان انا اتجاهل حد، طبعا. فبراسل الناس، بنزل فيديوهات لنفسي عشان اشهر نفسي اكتر. ويعتبر مثلا اللي بيشتغلوا في حكايه المواهب او كده كل شغلهم على النت، لان الاجتماعات الاونلاين، الاجتماعات اللي هي بتبقى على النت، مثلا حد انا رايحه حفله حد يبعت لي دعوه على النت، فاكيد بقى حاجه مهمه برضو النت لو انا بستخدمها صح، فدي تبقى حاجه حلوه ايه في حياتك. جميل. عندنا ايه على النت نتفرج عليها او نسمعها معاكي؟ حاجه على النت، هل انت عامله فيديو، عامله حاجه انت تحبي ان انت تقولي لنا عليها؟ انا بعمل على النت بودكاست،
جميل. بودكاستات بحكي قصص وفي الاخر بقول الهدف منها. لسه قصص من تأليفك؟ من تأليفي، والسكريبت كله من تأليفي بتاع البودكاست. حلو قوي. وبحط فيه شعري برضه عشان ما انساش مجالي. وبرضه في الاخر لما بقول هدف او كده بيبقى هدفي مثلا ان انا اوصل رسالة عن حاجة معينة. والبودكاست برضه تبقى حاجة مهمة للناس اللي هما بيحبوا القصص وبيحبوا يكتبوا كتب وكده. برضه بيستوحي لهم ان هما يكتبوا قصص في الكتب. جميل قوي، جميل قوي. كوكتيل مواهب جميلة. واحنا لينا لقاء تاني معاك يا يارا ان شاء الله، نتكلم عن البودكاست وفكرتك ازاي بتنفذيها. كنت عايزة اقول بس كنت بس عايزة اعرف بحضرتك، عايزة اعرف نفسي. انا يارا مجدي، لسه واخدة من قريب، خدت انا يارا مجدي عضو المجالس الشعبية والمحلية في الفنون والثقافة. خدت من قريب امين عام الفنون والثقافة على مستوى البحيرة. ده كان من اتحاد شباب مصر. يعني بنحب ان احنا ننمي المواهب الفنية، ولو في مشكلة بنحلها ونساعدهم على كده، وان احنا نعرف كل الناس وكل الاباء والامهات اللي هم ما يسيبوش اولادهم في البيت. لو عنده موهبة فانت ما تهملش ابنك، ان انت تساعده ان هو ينمي موهبته، علشان ده بيفيد الناس كلها. جميل. وحتى لو هو ما عندوش موهبة نكتشف موهبة او ننمي فيه موهبة جميلة زي يارا مجدي دمرداش. انا سعيدة جدا جدا بيك يا يارا، ولازم ليكي لقاءات كتيرة معانا ان شاء الله باذن الله. يارا مجدي دمرداش، ثالثه اعدادي، مدرسة ام صابر الاعدادية، مركز بدر، مديرية التحرير بمحافظة البحيرة. نورتينا وشرفتينا، وموهبتك موهبة جميلة، ويا رب كل البنات يكونوا شطار وحلويات زي كده ان شاء الله يا رب. ان شاء الله، ان شاء الله. نورتيني. بنورك والله.